البطاطس اليومين دول سعرها حلو قوي. يلا بينا نشوف مع بعض طريقة سهلة جدا ازاي نفرزنها من غير ما نقليها في الزيت ولا اي حاجة، بطريقة حلوة جدا وتقعد معاكي فترة طويلة. وهقول لكم على طريقة سهلة جدا ان شاء الله، يا رب تعجبكم. اول حاجة انا جبت البطاطس بتاعتي هنا ممكن تحطيها يعني في الحوض وتسديه او في بلاستيكة كبيرة كده. طبعا بنغسلها الاول كويس. بعد كده بنقشرها. الحمد لله العيال كسروا لي المقشره بتاعتي، فايه بالسكينه بقى عادي، بس خلي بالك يعني ايه يعني ما تشيليش منها كتير. يعني زي ما انتوا شايفين بقى كده هنقشر البطاطس. إيه، طبعا هي لما تتغسل على فكره بيبقى يعني تقشيرها بالسكينه سهل. هكمل بقى الكميه كلها. زي ما انتوا شايفين بقى كده هنقطعيها بقى زي ما انت عايزة، صوابع رفيعة تخينة اللي يعجبك. بس طبعا ايه ساعة لما نقطعها لازم نحطها في مية علشان ايه ما تسودش منك، وخلي بالك عشان البطاطس بتسود بسرعة. يعني كل الخطوات اللي انت هتعمليها دي كلها هتعمليها بسرعة. يعني يعني عشان ما تسودش منك دايما تخليها ايه في مية وكده. المهم بقى ايه قطعنا بقى البطاطس زي ما انتوا شايفين شايفين زي ما انتوا شايفين. الطريقه بقى اللي تعجبك زي ما قلت لكم، رفيعه تخينه شويه براحتك زي ما انت عايز. بقطع بقى ايه الكم انا مش عارفه بالي النهارده انا اقطع الكميه كلها ونحطها بقى ايه في ميه. هنا خلصت انا ايه البطاطس. طبعا ايه زي ما قلت لكم لازم تسيبها في ميه عشان ايه ما تسودش منك. بعد كده هنحط حله على النار. هنحط في الحله دي معلقه كبيره نشا، ومعلقه بيكنج باودر اقل منها بشويه. النشا مش بيخليها ان بتحافظ على لونها يعني، عشان ايه ما تاكسدش يعني وتسود منك. إيه بنحط بقى النشا والبيكنج باودر ومعلقتين كبار من الخل. إيه اهي ادي اول واحده وادي التانية. وبعد كده بقلب النشا والبيكنج باودر وكده، وبحط اول كميه من البطاطس. هتحطها 3 دقايق بالظبط، 3 دقايق ما تزوديش عن كده عشان متبقاش بقى مسلوقه يعني. يعني يا دوب المية هتغلي هتروحي بقى ايه مصفية البطاطس، وهنحط بقى ايه الكمية التانية. فانا هنا ايه حطيتها 3 دقايق بالظبط. وبعد كده بصفيها بحطها بقى في مصفى، وعملت بقى الكمية التانية. وبعد كده بتحطها تحت الحوض. تحت الحوض تحت عن الحنفية يعني، على مية جارية يعني من الحنفية عادي بنبردها. وبعد كده اي فوطة نظيفة وبنصفيها بننشفها يعني على طول. وبعد كده بنحط لها معلقتين او 3 معالق زيت. وتغلفي بقى غلفي البطاطساية كويس بالزيت علشان ايه ما تعملش عليها تلج ولا تسود منك. وتقلبيها كويس، تخلي بص كل بطاطساية يبقى عليها زيت. وبعد كده بعد بقى ما نقلبها كويس كويس قوي يعني، بنحطها بقى ايه الكمية اللي انت عايزاها في اكياس التلاجة. لما تيجي بقى تحمريها تطلعيها من الفريزر على الزيت، يعني هتقدحي الزيت وهتطلع اي خضار هتفرزنيه بتطلعيه من الفريزر على النار على طول. مش زي الفراخ واللحمة وكده، لا الخضار بيطلع من الفريزر على النار على طول، سواء بقى بطاطس او خضار انت هتفرزنيه بتكل اي يعني اي حاجة بتحطها ايه على النار على طول. لان لو سبتيها هتلاقيها طريت كده وبقت مش حلو. هنا بقى خلاص بعد ما خلصت بقى الكمية كلها، ممكن بقى عارفة علب الحلاوة الطحينية ديت تحطها كده فوق بعضها زي منظم يعني، وتحطها في الفريزر. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.